السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب العالمين. مش كل الناس داخلة شهر رمضان وهي مرتاحة، في قلوب داخلاه وهي بتستخبى من وجعها. أول يوم رمضان دايما بيبقى له طعم مختلف، صوت الأذان، صوت القرآن، الفوانيس اللي بتنور الشوارع، والدعوة اللي بنقولها من قلوبنا اللهم بلغنا رمضان. بس يمكن مش كل الناس داخلة رمضان وهي مبتسمة. في ناس داخلة الشهر ده وهي شايلة هموم، في ناس داخلة الشهر ده وهي موجوعة، في ناس داخلة الشهر ده وهي حاسة بوحدة محدش حاسس بيهم غير ربنا. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا. يعني مهما كان الضيق ورا الضيق فرج. رمضان مش بس شهر الصيام عن الأكل والشرب، رمضان فرصة نصوم عن الزعل، عن العتاب الكتير، عن التفكير اللي بيكسر قلوبنا. رمضان فرصة نرجع لربنا بقلب صافي، نرجع نقول يا رب أنا ضعيف بس أنت قوي، يا رب أنا تايه بس أنت الهادي، يا رب أنا محتاج لك. يمكن في لحظات نبقوا حاسين إننا لوحدنا، لكن في الحقيقة إننا عمرنا ما كنا لوحدنا. طول ما في سجدة في أمل، طول ما في دعوة في باب مفتوح، طول ما في قرآن بيتقري في نور بينور قلوبنا. خلوا رمضان السنة دي مختلف، سامحوا اللي غلط في حقكم، حتى لو مش قادرين ترجعوا كل حاجة زي الأول، على الأقل رجعوا قلوبكم صافية ونقية. ما تخلوش الزعل يسرق منكم بركة الشهر ده، ما تخلوش الكبرياء يمنعكم من كلمة طيبة، وما تضيعوش الفرصة انكم تبتدوا بداية جديدة. اللي حاسس انه اتكسر رمضان بيرمم، اللي حاسس انه ضاع رمضان بيرجع الطريق، اللي حاسس انه وحيد رمضان بيقول له انا جاي اطبطب على قلبك. اوصيكم في رمضان قربوا من ربنا اكتر، صلوا في وقتكم، اقروا قرآن حتى ولو صفحة واحدة في اليوم، قولوا لأهلكم كلمة طيبة، واسألوا على اللي بينكم وبينه مسافة. وما تنسوش إن أجمل حاجة في رمضان مش الأكل على السفرة ولا التجمعات، أجمل حاجة إن ربنا اختارك إنك تعيش الشهر ده. وأوصي إخواتي في البيوت ما تقلوش على رجالتكم في المصاريف، وبلاش نبصوا لغيرنا، ده عنده كذا، ده أنا ما جبتليش، أنا ما عنديش. بالله عليكم إن الحاجات دي بتسبب مشاكل كتير. وزي ما قلنا رمضان مش الأكل والشرب، بالراحة ويبقى في رحمة ويبقى في تعاون، وإن شاء الله كل حاجة تعدي على خير. بلاش تغالوا في طلباتكم، بلاش تغالوا في عمايل الأكل. المفروض الشهر ده نحسوا بالناس الغلابة، الناس اللي مش لاقية تاكل أصلا، في عالم ما بتلاقيش رغيف عيش، فاحنا نحمد ربنا على اللي احنا فيه، وما نتقلش على اللي معانا عشان الدنيا تمشي والحياة تعيش. دي وصية مني ليكم لاخواتي، وانتوا عارفين اني بعزكم، واللي بيعز حد لازم يوصيه. وربنا يكرمكم في الشهر ده بإذن الله وتحققوا كل طموحكم وألمكم. فلو انت سامعني دلوقتي قول الحمد لله، لأن في ناس نفسها تعيش اللحظة دي. رمضان كريم عليكم جميعا، ربنا يكتب لنا فيه الراحة ويصلح لنا الحال ويجبر بخاطرنا ويبدل ضعفنا قوة وحزننا فرحة ووحدتنا سكينة. وكل سنة وانتم أقرب إلى الله وأقرب لراحة قلوبكم. أمانة عليكم، أمانة عليكم، شيلوا أي حاجة في قلوبكم، إن كان ضغينة، إن كان زعل، إن كان أي حاجة. ما تخلوش الحاجات دي تضيع عليكم فرصة الشهر ده. يا عالم السنة الجاية إحنا فين؟ لو حسيت إن الكلام ده لمس قلبك سيب لي دعوة حلوة في التعليقات.